مستني ايه من منتخب مصر في كاس العالم؟ انا سبتك تفرح وتهيص والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا والدنيا تمام. المره اللي فاتت انا سكت، لكن المره دي انا مش هسكت وهقولها لك صريحه. لما تاهل منتخب مصر نسخه 2018 انا كل اللي انا كنت شايفه في الوقت ده حاجه واحده بس. بعد ما تاهلنا باداء باهت جدا 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 كنت شايف حاجه واحده بس، ان لازم هيكتور كوبر يمشي. ما ينفعش نلعب بهيكتور كوبر في كاس العالم. وبعد ما منتخب مصر تاهل للنسخه اللي جايه اللي هي 2026 انا عايز اسالك سؤال واحد: هل انت هتبقى مطمن ومنتخب مصر رايح يلعب كاس العالم مع كابتن حسام حسن؟ سؤال واضح، جاوب بكل صراحه. بعد الاداء اللي انت شفته ده احنا كنا بنكسب، لكن عاوزك تراعي وانت بتجاوب ان كان في فرق ما بين الفرق اللي انت لعبتها في افريقيا وما بين الفرق اللي انت هتلعبها. في فرق ما بين زي ما انت شفت في النسخ اللي فاتت او النسخه اللي فاتت، يعني منتخب السعوديه كان عامل ازاي، منتخب المغرب كان عامل ازاي، واحنا كنا عاملين ازاي. هل انت مستعد ان انت تخوض التجربه دي مع كابتن حسام حسن؟ ولازم تبقى حاطط في اعتبارك، خلي بالك الكاس العالم ده هيكون دي اخر نسخه للعيبه، يعني في لعيبه في كاس العالم اللي بعد كده مش هتبقى موجوده، من ضمنهم هيكون محمد صلاح، محمد الشناوي نفس الكلام، ولعيبه تانية غالبا مش هتكون موجوده. قول لي في الكومنتات، شايف ان منتخب مصر يخش كاس العالم بحسام حسن، ولا من المفروض نجيب مدرب على قدر الحدث، مدرب تقيل، مدرب يقدر يتعامل، مدرب يعرف يلاعب المنتخبات الكبيره؟ قول لي في الكومنتات يا باشا، الكومنتات مفتوحه، تعال نتناقش انا وانت كده ونشوف الدنيا بتقول ايه.